الست بتخرم لسانها لو عايزة تتجوز. العادات والتقاليد جزء أساسي في أي مكان في العالم، واللي ممكن تكون غريبة أو مريبة في أوقات كتير. هقولك على أغرب عادات القارة الإفريقية. وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. أنا مريم رجب في ما وراء الحاجات. في شمال أفريقيا قبيلة الجوبس عندهم عادة غريبة جدا بخصوص الجواز، وهي إن الست اللي عايزة تتجوز شرط أساسي تخرم لسانها علشان الزوج يضمن إنها ما تتكلمش كتير، وده بيكون شرط من الزوج. ودي واحدة من العادات اللي القبيلة بتكون حريصة جدا إنها توصلها لكل الأجيال. في مصر ودول العالم العربي بيكون في مهر من العريس للعروسة كهدية، ولكن في قبيلة الزولو في جنوب أفريقيا الوضع مختلف، فبيكون مهر العروسة ودن العريس الشمال كهدية ليها قبل الجواز، ويا ريتها توصل لودنه وبس، انما كمان بياخد علقه موت من ابو العروسه كنوع من انواع الاختبار. هل العريس ده مؤهل ياخد بنتنا ولا لا؟ لانه لو استغاث اثناء الضرب بيبقى مش مؤهل. والعنف مش بس الطريقه الوحيده في القبيله دي. في قبيله موباسا في كينيا الجواز عندهم بجد لحد الموت، لان عشان شاب يقدر يتجوز بنت لازم يدخل مبارزه مع راجل تاني يكون هو كمان عايز يتجوزها، واللي يموت التاني يتجوزها. كبرتوا الموضوع يا شباب. اما الاحترام وطرق التعبير عنه في قبيلة الماساي مختلفة، ودي في كينيا في شمال تنزانيا، لأنك عشان تسلم على حد أو تتمنى ليه النجاح أو البركة مش محتاج غير إنك تتف عليه. أنت سمعت صح. التحية عندهم عبارة عن إنهم بيتفوا في إيديهم قبل السلام كنوع من أنواع الاحترام أو الإعلان عن الحب. حتى لما بيكون في مولود جديد كل أفراد الأسرة بيتفوا على جبينه، وكده بيتمنوا ليه التوفيق طول حياته. وكمان في مولود بيكون محكوم عليه بالموت، وخصوصا في قبيلة الكارا. دي قبيلة موجودة في نهاية وادي الأومو غرب أثيوبيا. عندهم عادة قتل الطفل وخصوصا المونجي، ودي معناها الطفل الملعون، وده واجب موته لأنه بيجيب الأرواح الشريرة واللعنة وسوء الحظ، وممكن كمان يتسبب في جفاف ومجاعة لكل القرية. وطبعا ده ليه صفات غريبة جدا. بيعتبروا ان الطفل اللي اسنانه اللي فوق بتطلع الاول مونجي، حتى الطفل اللي اسنانه مش متظبطة بيعتبروه مونجي. والغريب انهم بيعتبروا التوأم ملعونين برضه، فبياخدوا الطفل اللي بالمواصفات دي ويقوموا يسيبوه في الادغال لوحده من غير لا اكل ولا شرب، ويسيبوه لحد ما يموت. وطبعا لو كانوا رحمين بيه بيغرقوه في النهر. وبسبب العاده دي بتقول التقارير انه اتقتل اكتر من 8000 طفل في ال10 سنين الاخرانيين، وبالتالي القبيله دي على وشك الانقراض. وفي قبائل مهدده بالعنوسه، لانه من اختبارات الجواز بتاعتهم ان البنت تدي الراجل اللي بتحبه عصايه وبيضربها بيها على ظهرها. وطبعا بسبب صعوبه الطقس ده الضربات دي بتكون شديده جدا على الست انها تتحملها، فالقبيله دي نسبه العنوسه فيها عاليه جدا. عندك بقى اكتر العادات غرابة هي اللي جايه دي. صاحب اكبر كرش هو اوسم راجل. قبيله البودي دي في جنوب اثيوبيا، وعندهم واحده من اغرب مقاييس الجمال وهو الكرش. فبالنسبه للقبيله دي الكرش رمز للشخص القوي وصاحب النفوذ، وكمان الاوسم. باختصار في القبيله دي الراجل من غير كرش ما يسواش قرش. فبيعملوا مسابقه بيتحضر ليها قبلها ب6 شهور، وهي عباره عن مسابقه للتسمين. كل شخص متقدم للمسابقه دي بيبطل يعمل اي نشاط بدني، وبيشرب يوميا دم بقر عليه لبن متحلي بعسل. وبتساعدهم في ده زوجاتهم خلال اليوم. بياكلوا ويشربوا كميات كبيره، يعني اكل ومرعى وقله صنعه حرفيا. وبعدين وقت المهرجان بيغطوا اجسامهم بالطين، وبيبدا التصويت لصاحب اكبر كرش عشان يكون الفايز بلقب رجل العام. الحقيقه ان القاره الافريقيه مليانه عادات غريبه واحيانا كتيره ملهاش تفسير منطقي، بس اكيد سببها ان القبائل دي منعزله عن المدن والحضاره عموما. قولي انت ايه اغرب عاده استغربتها، ولو تعرف اغرب منها. وما تنساش يا اخي تتاكد انك عامل لايك وكومنت وشير على الفيسبوك، وتتاكد انك عامل سبسكرايب على اليوتيوب. انا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحاجات.